في هذا الفيديو حتشوفوا معايا اكثر من نوع عمر للفروخ، وحقول لكم برضو اهم 5 اشياء لازم تشوفها او تشيك عليها على الفرخ قبل ما تشتريه. هذا الفيديو مره مهم لك سواء كنت مبتدئ ولا حتى متقدم، لازم تشوف معايا الفيديو للنهايه لانه في معلومات مره كثيره. خليكم معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم بخير دائما وين ما كنتم. فيديو جديد، وفي هذا الفيديو مثل ما قلنا في المقدمة حنشوف ايش اهم الاشياء اللي لازم نشيك عليها على الفروخ، واللي جمعت لكم هم في 5 اشياء فقط، وما بطول عليكم كثير. خلينا نخش على طول في الموضوع، بس احب اذكرك لا تنسى حط لايك لهذا الفيديو، وبرضه مهم لا تنسى تشترك معنا بالقناة عشان دائما تكون متابع معنا اول باول اخر فيديوهات اللي حنزلها، ونتكلم عن كل مشاكل ان شاء الله تواجه اي مربي في هذا العالم الجميل. يلا خلينا نبدا. ما بين كل هذه الفروخ اللي انتم شايفينها، الاحجام والاعمار، كيف ممكن اشتري الفرخ المناسب السليم؟ وعلى ايش اعتمد بالضبط لما اروح السوق او اروح عند احد ابغى اشتري من عنده ببغاء؟ ايش اللي لازم اشوفه او امسك الفرخ كذا اقول والله هذا الفرخ اوكي هو المناسب او هو الفرخ السليم اللي انا احتاجه، او اقول لا هذا الفرخ مو عاجبني خلينا نشوف واحد ثاني غيره. وللاسف الشديد بما انه هذا موضوع تجاري، ففي بعض التجار الفاسدين شويه اللي ممكن يدس لك السم في العسل، طبعا زي ما اقول ما ادري هذا المثل صح او لا، فممكن يحط لك فرخ واحد مريض او مش كويس مع باقي فروخ كويسه، ممكن بالصدفه كذا انت تاخذ هذا الفرخ اللي مش كويس للاسف الشديد، او انه ممكن يضحك على المربي الجديد ويقول انه هذا الفرخ سليم بس هو للاسف الفرخ اساسا مش كويس او محتاج عنايه اكثر. لذلك احب اطمنك ان شاء الله بعد هذا الفيديو ما في اي احد ممكن يضحك عليك او يعطيك شيء مش مناسب، وانت بنفسك حتعرف تختار الفرخ المناسب السليم. واول حاجه كذا اتكلم عنها الصحه، النشاط، الحيويه. هذه الامور بمجرد النظر انت ممكن تحكم على الطائر اذا كان حيوي او لا، مثل ما شايفين الاشياء قاعد تصير هنا. نلاحظ كذا احيانا في هذول الفروخ انه في بعض الفروخ منهم ممكن يكون مش نشيط او تعبان، مغمض عينه او خامل. في بعض الفروخ برضو تلاقيها ما شاء الله قاعده تصفر، قاعده تطلب الغر، وقاعده تسوي حركات وتبغى تطلع من مكانها وتبغى تروح للمدرب حقها او التاجر او اي احد موجود معاه طبعا ابره وتتفاعل معانا، وتحس كذا كلها حيويه ونشاط، ما في خمول فيهم. فلذلك مبدئيا كذا بمجرد النظر فقط انت ممكن تحكم تقول والله هذا الفرخ نشيط او لا، لكن لا تنسى انه هذا مو كفايه، لسه في اشياء ثانيه راح نتكلم عنها. ثاني حاجه من المهم جدا انه الفرخ يقبل معاك غر. هل اذا انا مثلا حاطط له الابره وحط له اصبعي راح يتفاعل معايا او لا؟ لانه هذه مشكله كثير يجهلها خصوصا المربي المبتدئ، هو انه يتم سحب الفروخ من عند امهم وابهاتهم، هم لسه صغار في العمر ما عمرهم شافوا ابره، فلما يجي المربي يبغى ياكلهم يلاقي انهم ما هم متفاعلين معاه، ما يبغوا ياكلوا، فيقول لا اجل هذه مشكله. لو انت خبير ومتقدم فممكن هذه الخطوه ما تعني لك كثير، لكن لو انت مبتدئ لازم تضمن انه يكون الفرخ قابل انه يتفاعل معاك وقت الاكل او الغر سواء كان جيعان او لا. ولو انت تاجر او تبيع فروخ مهم جدا لا تبيع فروخك الا هم متعودين على الغر، عشان تسهل على الناس هذه الهوايه الحلوه وما يتورطوا، الا طبعا لو قاعد تتعامل مع شخص خبير فما في مشكله هنا. وبعد كذا عندنا الخطوة الثالثة، حاول قدر المستطاع انك تشتري فروخ في عمر شبه مكتمل الريش، مش مكتمل بالكامل. فمثل ما انتم شايفين هنا عندنا هذول الفروخ 1 2 3 4 5 ناسي كم عددهم، لكن ال5 فروخ اللي موجودين عندنا هنا هذول كلهم تقريبا شبه مكتمل ريشهم، ممكن يكون لسه في باقي شوية ريش اسفل الجناح ما هو باين او اي حاجة، لكن هذه مو مشكلة راح تطلع مع الايام. لكن حاول انك قدر المستطاع تشتري هذا النوع من العمر اللي هو يكون شبه مكتمل الريش، وبرضه ابتعد عن الاعمار الصغيرة اللي ممكن تكون مثل هذا. لو انت شخص مبتدئ طبعا صغير ولسه ما اكتمل الريش فمطلوب منك كثير اشياء لازم تسويها مع الفرخ، سواء كان انك توفر له حرارة مناسبة او عناية خاصة، او انك تخلي فيه فروخ نفس عمره يكونوا 3 4 مع بعض، هذا مرة كويس عشان يدفوا بعض. لكن لو ما عندك طبعا هذه الامكانيات كلها تعال اوكي صار في حفله هنا هذا كان فاصل، خلينا نواصل. فمثل ما قلت لكم اذا كان الفرخ في هذا العمر فهيحتاج منك طلبات اكثر وامكانيات اكثر لازم توفرها، خصوصا لو كان انت المكان اللي موجود فيه مكان بارد. خلاص قلنا فاصل واحد، كل شويه فواصل يا شباب. فمهم جدا انك حاول قدر المستطاع تشتري الفروخ اللي اكبر من هذا العمر شويه واللي يكون شبه مكتمل الريش، مو شرط يكون مكتمل كامل مثل هذا، مثلا هذا ممكن يكون اكثر فرخ فيهم مكتمل ريشه، ممكن حتى نشتري الاصغر من كذا. خلينا اوريكم برضو واحد ثاني عشان تكون واضحه معانا الصوره. لو تلاحظوا هذا الفرخ ممكن يكون ما هو مره مكتمل ريشه، في اماكن كثير ما هي مكتمله فيه الريش، فبرضو هذا نوع مره كويس. الخطوه اللي بعد كذا والرابعه برضو خطوه مره مهمه، هي انك انت تحاول بيدك تتحسس على اعضاء على الجسد وعلى الاعضاء حقت الفرخ. كيف يعني خلينا اقول لك مثال على ببغاء الدره. حاول تلقي نظره على الافرازات اللي موجوده في الخشم او حتى في العين او مثلا حول المنقار، هل هذا الفرخ يعاني من اي افرازات موجوده حوالين جسده؟ بعد كذا ممكن تمسك الجناح او تمسك الارجل
الارجل او تخلي الفرخ على يدك حتى موجود او على اي سطح مستقيم، هل الفرخ هذا واقف بشكل كويس، يقدر يمشي، يقدر يتفاعل معاك، يقدر يتحرك، هل يقدر يحرك جناحه، هل راسه طبيعي ما في اي مشكله، هل هو ملتوي، هل عنده اي مشاكل في الجسم. وطبعا راح يوضح معاك بسهوله جدا اذا كان هذا الفرخ يعاني من مشكله او لا. شوف كيف ليون مرة غيران علشان أنا ماسك هذا الفرخ. خامس حاجة وآخر حاجة أنا حاب أضيفها أو أقولها هو الأمراض اللي ممكن تكون موجودة في هذا الفرخ. الأمراض تسبب الخمول وتسبب كثير من المشاكل، ولعل أكثر المشاكل اللي ممكن يواجهها الناس هو تباعد الأرجل في الفروخ. أكثر المشاكل اللي ممكن تواجه المربين خصوصا المبتدئين هم يكتشفوا إنه الفرخ هذا عنده تباعد في الأرجل. مو بس كذا، ممكن حتى المكان الفرخ اللي موجود فيه يكون مكان غير مناسب أو غير مهيأ إنه يكون فيه الفرخ، فيحدث أمر مشابه لتباعد الأرجل. وبالتالي لما يكون في تباعد في الأرجل حيكون في كساح، حيكون فرخ قاعد ينمو بطريقة خاطئة، يكبر معاك كل يوم وهو عنده مشكلة، فيكبر في الأخير يكون طائر ما يقدر يمشي بسبب إهمال التاجر أو إهمال حتى المربي اللي جاهل أو اللي ما يعرف المعلومات هذه. لكن لو أنت ما تعرف هذه المعلومات فهذا أمر أبدا ما يعيبك كمربي، لكن اللي يعيب المربين إنه هم ما يقروا أو ما يثقفوا نفسهم. لذلك أتوقع الخمس أشياء هذه حتفيدك مرة كثير وراح تقدر تساعدك إنك تشتري فرخ بدون أي مشاكل. وقبل ما ننهي هذا الفيديو لا تنسوا تقولوا لي تحت في التعليقات هل قد صادفت مشكلة مع فرخ او انضحك عليك فرخ؟ قول لنا ايش اللي صار معك بالضبط عشان كلنا نقرا وناخذ معلومات من بعض. شكرا لكم تابعتوا هذا الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات جايه كثير. لا تنسى تشترك معنا بالقناه لو انت مش مشترك، وحط لايك لهذا الفيديو، وشارك على الوصف، تابعنا على الانستغرام وسناب شات وكمان تيك توك. فامان الله.